حبايبي، اخباركم ايه؟ انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل بيه وصفه عيش ينفع لنظام الكيتو، وهينفع كمان لمرضى السكري، وهينفع كمان اللي عندهم حساسيه من الجلوتين. الخبز ده خبز توست حلو قوي، مش هنستخدم فيه لا دقيق ولا زيت ولا كمان لبن. مفيش اي نوع من انواع الدقيق هتدخل فيه. طب هنعمله ازاي؟ تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة انا هستخدم فيه الوصفة دي 4 بيضات، تمام كده. وكمان هستخدم المكون السحري اللي عندي، هستخدم فيه كوباية طحينة كاملة، تمام كده. وهستخدم فيه طبعا انتوا عارفين احنا بنستخدم دايما ملح الهيمالايا، وكمان هنستخدم معلقة صغيرة بيكنج باودر. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. اول حاجة هنحط البيض عندنا. البيض يا جماعة المفروض أي عيش بيستخدم أو أي خبز هنعمل بيه في النظام الكيتوني يفضل إن احنا نستخدمه درجة حرارة الغرفة. هكسر البيض كله، تمام كده، وهبتدي أضربه معايا. وطبعا هضيف له الملح، وهضيف له كوباية الطحينة، وكمان هضيف له البيكنج باودر اللي هي المعلقة الصغيرة. بستخدم عادي المضرب اليدوي عادي خالص، مفيش مشكلة، مش لازم يعني احطه في الخلاط، بس باضرب كويس. ده طبعًا ينفع على الفطار، ينفع على الغدا، وهاعمل لكم برضه أنواع خبز تانية حلوة أوي جربتها. آمم، فاتفرجوا على الفيديوهات الفترة الجاية. نزلت بقى بكوباية الطحينة. بُصّوا بقى، الطحينة في الخبز ده كان طعمها قوي شوية، تمام. فالناس اللي هي مش مُحبة للطحينة أوي هتحس بطعمها، وبرضه فيها سِنّة مرارة شوية. الطحينة لمّا بتبقى نضيفة بتبقى فيها أو نوعها كويس يعني، بيبقى فيها سِنّة مرارة شوية. كنا ممكن نحط معاها معلقة سُكّر stevia عشان يقلل من حدية الطحينة. وممكن كنا عملنا نُص الوصفة بالطحينة، يعني نُص كوباية طحينة ونُص كوباية من زبدة الفول السوداني، ممكن كده برضه، تمام. حطيت بقى معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا بقول لكم الافكار دي من خلال ان انا اللي انا عملته. وبرده الفترة الجاية هعمل لكم خبز كايزر حلو قوي غير اللي عملناه بالجبنة. اللي ما شافش برضو وصفة العيش اللي هو الخبز بالجبنة، الكايزر بالجبنة تحفة قوي، رجعوا لها، وصفة حلوة قوي، تمام كده. خلاص قلبتهم كويس. هجيب بقى القالب بتاعي، قالب التوست، هدهنه كويس قوي، ويفضل بزيت جوز هند، تمام، او زيت زيتون، بس الافضل زيت جوز هند بصراحة. اغلفه كويس جدا، وابتدي انزل بقى بالخليط ده كله معايا بالشكل ده. كمان انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو بيدخل الفرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، وهسيبه لحد لما يحمر من تحت ومن فوق. شايفين؟ مفيش اسهل من كده. هدخله الفرن بقى. ده شكله في الفرن ولسه بيتخبز، وده شكله اهو بعد ما خرج. شايفين؟ هو حصل فيه تشققات كده عاديه جدا يعني. شايفين بقى؟ سهل جدا في التقطيع وحلو وكل حاجه. كل ما كان القالب كان اصغر شويه، كل طبعا ما ارتفع معايا. شايفين بقى؟ وريحته كانت حلوة قوي. شايفين الجمال والحلاوة؟ جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. ومنساش اللايك يا جماعة، اللي لسه ما عملناش لايك لحد دلوقتي ينزل يعمل لنا لايك. عندنا وصفات كتير الفترة الجاية للدايت. تابعوني على كل حساباتي، عندي على الفيسبوك، وعندي على كواي، وعندي على التيك توك، وعندي على الانستجرام، وطبعا على اليوتيوب. فتابعوني دايما وسيبولي تعليقات حلوة. يلا سلام.